أنا إيمان أحمد إبراهيم الحوسني، ربة بيت. أول ما ابتديت وسمعتهم هم دائما يقولون لي إن شغلك ممتاز ومرتب، وحتى المحلات أو الأماكن الثانية ما نتذوق مثل ما نتذوق عندك، وفعلا كانت أول لي خطوة من قبل سنة بدأت فيها والحمد لله والشكر. بس أول ما بدأت الإنتاج في فاكتوريا جام، وفاكتوريا جام فاكتوري يعني معناته المصنع أو المعمل للجام هو المربى. اني اول ما بديت في البزنس حقي في المربى، عمل المربى. اول ما بديت في مربى الفراوله ومربى التوت المشكل. بديت اطور واني اسوي الايس كريم. قد خلت دي تجربه جديده بالنسبه لي. انا شاركت في مهرجان الشيخ زايد، خصوصا يوم حصلت دعوه اني مدعوه في جائزه الشيخ منصور للتميز الزراعي. يعني ما صدقت خبر اني جيت وشاركت، اعطوني هالبوث جزاهم الله خير. استفدت في مشاركتي في مهرجان الشيخ زايد رحمه الله عليه اني نلت ثقه الناس وحب الناس وكيف اتعامل مع الناس، وحصلت يعني اقبال من الناس، اقبال كبير لي. اهم انسان دعمني ووقف جنبي هو بالبدايه واول واحد وهو تاج راسي زوجي ابو عبد الله. ثانيا عيالي، عيال اختي واخوي وكلهم اللي حولي وحوالي من اهلي، صديقاتي، حتى الايدي العامله دعموني في هالشيء. قالوا لي ما دام انت مبدعه ليش ما تفتحي لك بزنس؟ يعني هاي شهاده اني افتخر فيها قدامهم في وفخوره في عملي. يعني هذا كان يعطيني ثقه في النفس ودافع اني ان شاء الله اوصل للعالميه. انا فخوره بنفسي كسيده اماراتيه استطعت ان احقق هذا الانجاز واني اوقف في هذا المكان.